أراد الله سبحانه وتعالى لخالد ابن الوليد هداية من عنده، وأن يعود إلى الحق كما وصف نفسه هو رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى العمرة لعمرة القضاء، كانت سنة كم عمرة القضاء؟ كم؟ لا قبل 8، سنة 7 للهجرة كانت عمرة القضاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصلح في الحديبية منعوا الرسول من العمرة، ثم قالوا هذه السنة لنا والسنة الأخرى تأتي وتقضي هذه العمرة. اسمعوا خالد يروي قصة إسلامه، يقول رضي الله عنه: لما أراد الله لي الخير وشرح الله لي صدري للإسلام، يقول: قلت في نفسي وأنا أقف أرى محمد صلى الله عليه وسلم له تلك القوة وله تلك المكانة، قلت الحق بدأ ينتشر، يعني الرسول هذا محمد بن عبد الله معه حق، والدين الذي معه بدأ ينتشر. وإني رأيت المسلمين يعني في الخندق كانت لهم من العقول وفي غيرها من الغزوات ما يدفع الإنسان أن يقتنع بما لدى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبما عنده. لما جاءت الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا منع من الدخول الكعبة، ثم أخرج منها صلى الله عليه وسلم على أن يعتمر في السنة القادمة، خالد وصل، طبعا أخلوا المشركين مكة، الكعبة أخلوها 3 أيام، الاتفاق أن الرسول إذا رجع يعتمر تخلى الكعبة 3 أيام. كان كفار قريش يراقبون الموقف، كان من جملة من كان يراقب خالد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر يصلي بالجيش المسلمين أو أصحابه، لأن الرسول ما خرج أصلا للقتال. قال: فوقف النبي يصلي بهم، قال: فقلت في نفسي، يقول خالد: لماذا لا أغير عليهم وأقتلهم وهم يصلون؟ يقول: فرأيته وهو يصلي فأعجبت، يقول كانت القبلة اتجاه عكسه، يعني القبلة هنا وخالد وليد خلفهم وراهم جالس يراقب ذلك المنظر. يقول: فلما صلوا الظهر قلت أجلس لهم في صلاة العصر. يقول: فلما جاء صلاة العصر صلى النبي عليه الصلاة صلاة الخائف، صلاة الخوف، كأن الله أوحى إليه، يعني الموضوع فيه تخطيط وفيه خيانة. يقول: فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف الجيش، وصلاة الخوف تعرفونها يصلي الإمام 2 ثم إذا جلس للتشهد الأول ينسحب الجيش، ثم يأتي الذي لم يصلوا معه فيصلوا فيدرك الركعة 3 والرابعة والأسلحة معهم وقد أخذوا حذرهم. يقول خالد: فرأيت ذلك المشهد والمنظر وهم يقفون يصلون، وتلك الصلاة التي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي أن هذا النبي جاء بحق، وأن ما عنده أنه حق. يقول: فنظرت فرأيت فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام معه 1400 دخلوا، والجميع مستبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على أن يحرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الرسول. كان من الذين مع الرسول في العمرة من؟ الوليد ابن المغيرة أخو خالد. يقول: فسأل الرسول عن خالد، قال: يا الوليد أين أخوك؟ أين خالد؟ قال: يأتي الله به يا رسول الله. قال: إني لأحسب أن خالدا معه عقل لا يقوده إلا إلى خير، هذا العقل سيقود. يقول الوليد: لما سمعت الكلام هذا فرحت. طبعا الوليد علاقته بخالد قوية وكان أقرب إخوانه إليه. يقول: فبحثت عن خالد فما وجدته، أريد أن أبشره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ويبحث كذلك عنه. يقول: فلم أجده. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول تزوج بميمونة في هذه العمرة، هي آخر من مات من زوجات النبي، توفيت بعد الرسول ب50 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وأوصت أنها إذا ماتت أن تدفن في المكان الذي تزوجها فيه النبي عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة كتب الوليد لأخيه خالد رسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، من الوليد بن المغيرة إلى خالد ابن الوليد ابن المغيرة. قال: يا خالد، إني أعجب من ذهاب عقلك عن الإسلام، وعقلك كبير هو عقلك، وهل الإسلام يجعلك يا خالد إلا واحدا منه؟ ولقد سألني النبي عليه الصلاة والسلام عنك. هذا يحرك فيه، شوف جمع له بين ما يحبه خالد، قال أنت عاقل ومع ذلك الرسول يسألني. قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم سألني عنك وقال: يا وليد أين خالد؟ فقلت: يأتي الله بك. قال: وهل مثل خالد يجعل الإسلام، يعني يترك الإسلام؟ والله لو أن خالدا جعل قوته للإسلام لكان خيرا له، ولو كان خالدا معنا لأعطيناه المنعة، يعني نعطيه القوة ونعطيه القيادة ويكون معنا. فكتب ذلك في رسالته وأعطاها من يوصلها إلى خالد. يقول خالد: فقرأت كتاب أخي الوليد ففرحت وتبسمت، قلت أنا يذكرني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بدأ يتحرك قلب خالد ويفكر تفكير أكثر. يقول: فكرت، قلت أخرج من مكة وأذهب إلى الحبشة عند النجاشي، لكن النجاشي أسلم. قلت أذهب إلى النصارى إلى الفرس والروم، ولكنهم لا يريدون قريش وبيننا وبينهم دماء. يقول: قلت أمكث في بيتي ولا أخرج. يقول: فجلست في البيت فرأيت رؤيا، نام ورأى رؤيا في المنام خالد. يقول: رأيت أنني خرجت من أرض ضيقة كثيرة السباع كثيرة الشوك إلى أرض فسيحة كثيرة الاخضرار، أرض مضيئة مخضرة. يقول: فنزلت فسألت عن هذا المنام من يفسره لي، فقالوا: إنك تخرج من أرض ضيقة وهو دينك إلى دين آخر أخضر، فعلمت أنه دين الإسلام. يقول: فقررت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قلت من أصطحب معي؟ شوف الصحبة، أنا أكرر على الصحبة لأني أرى مجموعة من الشباب. الصحبة مهمة، وبالمناسبة يقول بعض العلماء: لن يدخل الجنة أحدا فرادا، واستدلوا بقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا، مع بعض، ولذلك يدخلون جماعات. وخالد يبحث، يريد يتلمس من يكون معه في صفه ويدخل في الإسلام، وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يريد الخير، يريد لغيره أن يدخلوا معه في الإسلام ولا ليس خوفا. قال: فذهب فانتشر الخبر أن خالد بن الوليد يريد أن يذهب بمجموعة إلى المدينة يسلم. فناداه أبو سفيان قال: يا خالد، إني سمعت أنك تفكر في دين محمد، أحق هذا؟ قال: نعم. بطل، ما عنده بعد، ما تردد، قال: نعم أفكر في دين محمد. قال: أو تقول هذا؟ ثم نادى عكرمة أبو سفيان قال: يا عكرمة، إني سمعت أن خالدا يريد دين محمد. عكرمة يقول: أنا لا أريد دين محمد، لكن أخذته النخوة، لأنها عكرمة أيضا من بني مخزوم، وأبو سفيان من أي قبيلة؟ من بني أمية. قال: قلت: اسمع يا أبا سفيان، إن ضررت أو حاولت أن تسيء لخالد لأدخلن معه في دين محمد وأقف معه، يعني فزعه. هذه عقولهم، تفكيرهم مجرد قضايا فقط تقودهم إلى حمية، ما هنا عقل يفكر به. فما كان من خالد رضي الله عنه وأرضاه إلا أن ذهب يبحث عن أحد يذهب معه، فذهب إلى صفوان بن أمية. قال: يا صفوان. قال: نعم. قال: إني فكرت في دين محمد ورأيت دين محمد ينتشر، ثم تأملت فعلمت أن الحق مع محمد، لماذا نرفض دينه؟ صفوان بن أمية غضب، قال: واللات والعزى لو تسلم قريش كلها إلا رجل لكان أنا، يقتل أبي وأخي. صفوان مات، أبوه قتل في غزوة أحد. يقتل أبي وأخي وأتبعه. يقول عمر، يقول خالد: فعذرته،
قلت قتل أباه وأخاه يعذر، لكني أبحث عن رجل غيره. يقول فذهبت إلى عكرمة ابن أبي جهل، قلت يا عكرمة إني أرى أن دين محمد ينتشر، وإني أرى أنه على الحق، ونحن في عناد طويل، لما لا تذهب معي ندخل في الإسلام؟ قال أدخل في دينه وقد قتل أبي، لأن أبو جهل قتل في معركة في بدر، وعكرمة بن أبي جهل يرفض مثل هذا. قال قلت قتل أباه. يقول فذهبت أبحث عن عثمان ابن طلحة. يقول قلت يا عثمان، عثمان بن طلحة هي من قبيلة بني شيبة اللي معهم مفاتيح الكعبة إلى اليوم. قلت له إني أفكر أن أذهب إلى محمد لأدخل في دينه عليه الصلاة والسلام. قال والله إني أفكر أيضا بهذا. يقول ففرحت به، فذهبت، وبينما أنا وإياه في الطريق قابلنا عمرو بن العاص. يقول فقال لي إلى أين تريدون؟ قالوا أخبرنا أول شيء أنت. عمرو بن العاص ذكي، يقول خشيت أن أخبرهم أني أريد الإسلام فأقتل، هم اثنين وأنا واحد. يقول قلت أخبراني أنتما ثم أخبركم أنا. قال خالد، لأن خالد على قولة الشباب ما عنده بايع، ذهبنا نريد الذهاب إلى من؟ إلى محمد نسلم. قال والله ما أخرجني إلا ذلك، أردت الإسلام. فذهب في الطريق الثلاثة. لما وصلوا المدينة الرسول علم بالخبر أن خالدا رضي الله عنه وعثمان بن أبي طلحة وعمرو بن العاص كلهم مقبلون الإسلام. فقال رسول الله رمتكم قريش بفلذات أكبادها، خلاص هؤلاء هم أكبر الشباب المهمين، وقد إذا ذهبوا وأسلموا فإن أفلاذ كبد قريش بين أيدينا. يوم وصل خالد لبس اللباس الطيب، لبس ثوب جديد وتطيب، ثم التقى به الوليد أخوه فعانقه وقال والله إني أنتظر مثل هذا اليوم يا خالد، والله ما رأيت رسول الله فرح بخبر كفرحه بخبر مجيئك هذا اليوم. يقول فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خالد هو الذي يروي، فأنزلت رأسي مستحي، قتلت في أحد من الصحابة عدد كبير وواجهت الرسول، واليوم أنا خجلان كيف أقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد فعلت ما فعلت قبل إسلامي. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، يقول وأنا أدخل المسجد والرسول يبتسم، حتى أقبلت عليه ثم عانقني صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مرحبا بك يا خالد وبصاحبيك. قال فقلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبد الله ورسوله. يقول فلما نطقت